السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا لكل جمهور نادي الزمالك، هنتكلم فيه عن أهم أخبار نادي الزمالك في الوقت الحالي. إيقاف قيد نادي الزمالك بديل خوان ألفينا في السوبر أمام بيراميدز، وكمان انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني تحت طبعا قيادة أحمد عبد الرؤوف اللي ربنا يوفقه في ماتش بيراميدز. ماتش صعب جدا على نادي الزمالك وجماهيره. الماتش هيكون يوم الخميس في نصف النهائي. الزمالك للأسف الشديد عنده مشكله كبيره جدا ان هو ما عندوش اجنحه زياده، ما عندوش اجنحه وما عندوش البديل. فاخوان الفينا لان احنا نادي الزمالك والنادي اللي هو مش محظوظ جدا، ففي البطوله المهمه جدا اللي احنا محتاجين فيها لاعب زي اخوان الفينا، فاللاعب هيغيب للاسف عن مواجهه بيراميدز للاصابه في شد في الخلفيه. ان الراجل يعني نفسه يلعب وعايز يلعب وطلب من الجهاز الفني المشاركه في مباراه بيراميدز، ولكن الجهاز الطبي رفض المجازفه باللاعب. فاخوان الفينا بنسبه 99% خارج لقاء بيراميدز، والامل ان هو ان شاء الله باذن الله لو الزمالك تخطى بيراميدز يلحق النهائي امام الاهلي او سيراميكا كليوباترا، ولكن بنسبه كبيره جدا هيكون الاهلي بعد طبعا النتائج الاخيره السيئه في الدوري. الزمالك كان لازم يستغل زي ما قلنا قبل كده النقاط اللي ضيعها في اول الدوري مع اللي هو يانيك فيريرا للاسف الشديد، ولكن هو ده نادي الزمالك. نادي الزمالك على طول الناس فيه بتتحرك متاخر، الناس فيه بتتمسك بالناس الفشله في النادي. فالراجل ده انا بقول لك في اسوأ موسم للاهلي لو الزمالك كان عنده مدرب كوره بيقدر يجمع نقاط كان الزمالك زمانه في الصداره وفارق عن اي حد، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الزمالك لسه في المنافسه، لسه في بدري، احنا لسه في الاسبوع ال 12 تقريبا، فلسه في بدري جدا في الدوري. نتمنى ان شاء الله يا رب كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه. طب مين البديل اللي هيكون مكان خوان الفينا؟ الزمالك عنده مشكله كبيره جدا ان هو ما عندوش اجنحه، لا عندك مصري ولا عندك اجنبي. فاحنا كنا بنتكلم ان انت جايب خوان الفينا، فانت كنت محتاج معاه جناح مصري يلعب معاه او يكون البديل بتاعه، فده ما عندكش. الناحيه التانيه ناحيه الشمال ما عندكش شيكو بانزا وكلكم شايفين مستواه، حتى المصري ما فيش مصري. فالزمالك للاسف الشديد ما عندوش اجنحه. الزمالك محتاج في يناير ان هو يتعاقد مع اجنحه ويودينا للكارثه اللي جت على نادي الزمالك، هتكلم عنها بعد شويه. تابع معايا الفيديو للنهايه. فبديل خوال الفينا يعني انا مش عارف هل هو هيكون عداد الدباغ، هل هو هيكون ايشو، هل هو هيكون مثلا سيف الجزيري. ممكن يلعب خوان بزيرا اللي هو شيكو بنزا ده ناحيه اليمين زي ما لعبوا الماتش اللي فات، وناصر ماهر مثلا يلعب ناحيه الشمال، او ناصر ماهر يروح ناحيه اليمين يرحل، ويبقى انت فقدت ميزه ناصر ماهر في العمق. فالموضوع ملخبط جدا، ولكن التشكيل هيكون كالاتي او مش هيخرج بره. بالمناسبه كمان محمد صبحي فيه شكوك حول ان هو ممكن يشارك بنسبه 90%. برضه محمد صبحي يقال ان هو خارج ماتش بيراميدز، والبديل هيكون المهدي سليمان. ربنا يوفقه وربنا يصلح له الحال. فزي ما انتم شايفين الزمالك يعني في الماتش المهم جدا اللعيبه كلها اتصابت. صبحي اتصاب، عندك كمان الفينا اللاعب المهم جدا للزمالك اتصاب. فان شاء الله الزمالك يتخطى بيراميدز باذن الله ويفرح جماهيره يوم الخميس ويروح للنهائي بشكل مباشر. طب مين البديل او مين الخطه هتكون ازاي؟ الخطه هتكون ازاي؟ هتكون صبحي في حراسه المرمى، لو صبحي مصاب هيكون المهدي سليمان. في خط الدفاع هيكون محمد اسماعيل ده حجز مكانه بشكل اساسي، وحسام عبد المجيد. هتقول له حسام عبد المجيد؟ اه هقول لك حسام عبد المجيد. الماتش اللي فات الراجل حب يشارك الونش شويه بس عشان يتاكد ان هو جاهز، لا قدر الله لو حصل اي اصابه في المباراه يكون موجود. ناحيه الشمال هيكون محمود بن طايج، ناحيه اليمين هيكون عمر جابر، في نص الملعب هيكون طبعا محمد شحاته او احمد ربيع. بنسبه كبيره جدا هيكون احمد ربيع، عبد الله السعيد قدامهم طبعا. في كلام ان ناحيه الشمال ممكن يعمل جبهه زي اللي لعبها الماتش اللي فات في اخر الماتش بتاعه طلائع الجيش، ان هو يحط بن طايج او يحط فتوح وقدامه بن طايج عشان يعوض حته الجناح الشمال. فممكن تلاقي بن طايج وفتوح جبهه واحده في الماتش القادم. لو ما عملش كده فهتلاقي مثلا عبد الله ومحمد ربيع قدامهم مثلا. ناحيه اليمين شيكو بنزا، او ناحيه الشمال شيكو بنزا، وناحيه اليمين ممكن يكون مثلا ناصر ماهر، وفي الهجوم هيكون عدي الدباغ ده بنسبه كبيره جدا، او سيف الجزيري. اتمنى ان شاء الله رب كل التوفيق للزمالك والزمالك يعدي الماتش ده على خير. الراجل اللي هو اخوان الفينا راجل عاوز يلعب، وعشان كده سافر مع الزمالك الى الامارات، وبيحاول ان هو يعني يجهز نفسه في الوقت الحالي ان هو يرجع ان شاء الله باذن الله. لو الزمالك كسب باذن الله ماتش بيراميدز، فاللاعب عاوز يكون جاهز لماتش الاهلي. فالزمالك حاطط امل ان اخوان الفين هيكون جاهز للماتش الثاني، ولكن الماتش الاولاني اصلا صعب لان بيراميدز فرقه تقيله وفرقه
عاوزه تاخد بطولات، وهي دلوقتي خدت بطولات وبقى عندها خبرات ولاعيبتها بقى عندهم الشغف، فربنا يستر ويعدي ماتش بيراميدز على خير. نروح لحاجه تانية مهمه جدا كمان. تم اضافه ثنائي اجنبي للجهاز الفني مع احمد عبد الرؤوف، اللي هو طبعا مدرب حراس مرمى وكمان مدرب احمال. دول اجانب هينضموا للجهاز الفني عشان يساعدوا احمد عبد الرؤوف في السوبر في الامارات. نتمنى لهم يا رب ان شاء الله كل التوفيق. واحمد عبد الرؤوف مدرب واعد، مدرب محترم، اتمنى له يا رب كل التوفيق ليه ويعدي الماتشين دول على خير، لان دول مهمين جدا في مسيره احمد عبد الرؤوف. احمد عبد الرؤوف بنسبه كبيره جدا لو الراجل كسب السوبر المصري باذن الله، اتمنى ان شاء الله يعني ده باذن الله تمام. ممكن يكمل مع الزمالك لنهايه الموسم، ممكن الزمالك يكمل تجربه احمد عبد الرؤوف لنهايه الموسم، المدرب المصري الشاب الطموح، فربنا يوفقه ويعدي الماتشين اللي جايين دول على خير، لانه هيلاعب فرقتين كبار جدا ومنافسين مباشرين للزمالك في الدوري سواء بيراميدز او الاهلي. فان شاء الله ربنا يعدي الماتشين دول على خير باذن الله. نروح للكارثه الكبيره اللي احنا اتكلمنا عنها على القناه ديت قبل اي حد. هنا على القناه ديت هتلاقي فيديو موجود من شهرين تقريبا مكتوب لك ايقاف القيد. انا جيت هنا قلت لك في ايقاف قيد قادم نادي الزمالك، قلت لك بقى يبقى في شهر 10 في شهر 11، المهم ان في ايقاف قيد جاي قبل يناير، هتعمل فيه ايه؟ في ارض اكتوبر عطلت نادي الزمالك بشكل كبير جدا، ارض اكتوبر عطلت نادي الزمالك بشكل كبير جدا، وده طبعا حصل بشكل متعمد عشان يوقعوا الزمالك كالعاده، لان الزمالك ما ينفعش يفوق، الزمالك لازم في المسرحيه بتاعتهم يكون الكومبارس اللي بينضرب بس. فالزمالك النهارده الفيفا اعلن ايقاف قيد نادي الزمالك لمده او بسبب ثلاث قضايا مش قضيه واحده. يعني هو الزمالك النهارده تم ايقاف قيده بسبب ثلاث قضايا، يعني الفيفا ما رضيش ينزل قضيه، لا الفيفا قام حاطط لك الثلاث قضايا مع بعض كده وقال لك يا باشا خد دي كلها مع بعضها كده ثلاث قضايا، الزمالك عنده ايقاف قيد ليوم القيامه تقريبا. ثلاث قضايا دول حتى الان ما فيش اي تفاصيل من نادي الزمالك، حتى اللحظه اللي انا سجلت فيها الفيديو قبل ما اطلع معاكم ما كانش في اي تفاصيل خرجت من نادي الزمالك غير ان في ايقاف قيد على النادي. ثلاث قضايا مش ثلاث فترات، ثلاث قضايا، فالزمالك هيقدر يحلهم قبل يناير؟ الموضوع هيكون صعب جدا على الزمالك لو كمل بالفرقه دي لنهايه الموسم، وبنسبه كبيره جدا هنكمل بيها، لان احنا ما عندناش فلوس نجيب لعيبه، ولا عندنا فلوس نجيب مدير فني، ولا عندنا فلوس ندفع مستحقات اللعيبه اصلا، ولا عندنا فلوس نعمل اي حاجه. يعني احنا اصلا ما عندناش فلوس ندفع ايقاف القيد ده، فايقاف القيد ده يعني بنسبه كبيره جدا هيكون قضيه ابراهيم نضاي او قضيه، يعني الثلاثه دول هم دول اللي في بالي دلوقتي. جوميز له 100 حاجه و60 الف، ومشالاك له مليون دولار تقريبا، وابراهيم نضاي له مليون و800، دول اللي انا فاكرهم. ممكن يكون حد تاني طلع من تحت الارض، ممكن، كل شيء وارد. ده محمد اشرف برقوقه اللي هو اصلا كان بيلعب عندنا، كان المفروض يدينا فلوس وهو ماشي، اشتكى نادي الزمالك لاتحاد الكوره، فاتحاد الكوره او لجنه شؤون اللاعبين حكمت ليه بمبلغ تقريبا 5 مليون وفكك كده، ان هو مستحقات متاخره عند نادي الزمالك، فالزمالك مديون لطوب الارض. الزمالك مش سبب، الزمالك نادي الزمالك ده نادي عظيم، ولكن الناس اللي بتدير نادي الزمالك هم اللي ناس فشله، الناس اللي هي للاسف الشديد بتدير الكره في مصر وبتسهل الامور لانديه تانية على حساب انديه تانية، هم المسؤولين. نادي الزمالك هو مش نادي بياكل اموال اليتامى، هم بيحاولوا ان هم يشيطنوا نادي الزمالك، انما نادي الزمالك ده لو عنده اداره بتحافظ عليه ولا يحصل فيه كل المشاكل دي. لو عنده رئيس نادي كان بيقول لك المركب والخرم، اهو المركب كله غرق يا كابتن لباليبو، يا كابتن لباليبو صباح الخير. المركب غرقت يا باشا، جالك ايقاف قيد بسبب ثلاث قضايا، الثلاث قضايا دول ما اعرفش الزمالك هيشتغل معاهم ازاي. يعني انا مش عارف اقول لك ايه، يعني الموضوع هيكون صعب جدا. الزمالك محتاج بس في القضايا ديت لا يقل عن 2.5 3 مليون دولار. لو ميشالاك وابراهيم نضاي واسمه ايه وجوميز، فدول ثلاث قضايا لا يقل عن 3 مليون دولار او 2 مليون ونص او اقل حاجه 2 مليون. الزمالك اصلا ما معهوش فلوس، الزمالك لو معاه 2 مليون كان زمانه عمل فرح في النادي. فالموضوع هيكون صعب جدا على الزمالك وجماهيره، ولكن ربنا يعدي ماتشات السوبر على خير، وبعد السوبر المصري يبقى لينا كلام تاني، لان الموضوع زاد عن حده يا جماعه، والله الموضوع زاد عن حده. هل في نادي في العالم عنده ايقافات القيد دي وعنده المشاكل الماليه دي وعنده كل القرف اللي احنا فيه ده؟ مستحيل تلاقي نادي في العالم عنده كل ده، مستحيل. فالزمالك انتوا عاوزينه ينافس ولا عاوزين يفضل اضحوكه؟ الناس شايفينها، احنا بننسى الهم وبننسى المشاكل دي وبننسى سبب سحب ارض اكتوبر وسبب الخناقات اللي في النادي وسبب المشاكل اللي بتحصل في النادي والناس اللي بتقطع بعض في النادي، هم كلهم يعني لا زي بعض. احنا هنا لما بنيجي ننتقد واحد زي تامر عبد الحميد ده، هو مش عشان حبا في لاباليبو، هو اسوأ من لاباليبو اللي بيطلع يفضح ناديه وعامل فيها حمى النادي ده، اسوأ من اللي هو موجود في النادي اصلا. احنا عارفين الكلام ده من زمان، لان هو مش بيحب النادي. التشهير بالنادي على السوشيال ميديا هو مش حب. ما احنا نقدر، عندنا مشاكل وعندنا حاجات، عارفين كتير حاجات بلاوي في النادي، بس ما ينفعش نطلع نقولها في العالم كده، ما ينفعش. فللاسف الشديد الزمالك ايقاف القيد ده هيتحل ازاي؟ الله اعلم،
الله اعلم. هتقول لي ممدوح عباس، ممدوح عباس دفع فلوس كتير جدا 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 لدرجه ان هو الراجل ما عادش طايق حد في النادي، ما عادش طايق حتى يدي لهم يعني 50 مليون يدفعوا رواتب. فالراجل شايل كتير جدا. نادي الزمالك للاسف الشديد مش هيفضل عايش طول عمره زي ما قلت قبل كده في فيديوهات على القناه دي. قلت لك مش هيفضل طول عمرنا عايشين على الشحاته، مش هيفضل طول عمرنا عايشين الحقني يا رجل الاعمال. مش هينفع طول عمرنا تقول لي اتبرعوا للنادي، مفيش الكلام ده. نادي الزمالك مش واخد حق، وهقول تاني وتالت وعاشر، حتى لو بنكسب بطولات نادي الزمالك بيكسب بطولات عشان خاطر جماهيره العظيمه، وعشان خاطر ان هو نادي رافض اللي هو يموت. نادي الزمالك رافض الاستسلام، نادي الزمالك رافض يموت في اصعب المحن دي. ان شاء الله باذن الله يخرج منتصرا باذن الله بالسوبر في الامارات. ما حصلش فده الطبيعي، لانك انت يا صاحبي دي مش اجواء كوره ولا دي اجواء منافسه. انت يلا بينا نلعب، احنا يلا بينا يعني على الله كلها، احنا كلنا سايبينها على الله. فربنا يكرمنا في الماتشين دول ويعدوا على خير، على الاقل يجي لنا اي فلوس تحاول ان هي تساعد في الازمه الماليه اللي فيها نادي الزمالك. والزمالك لازم يشتغل، يعني ما اعرفش يشتغل في ايه. ارض اكتوبر اتسحبت، فعليه العوض في نادي الزمالك لو الموضوع استمر. انا قلت لكم قبل كده الزمالك لو ارض اكتوبر ما رجعتش الزمالك هيقفل. حتى الان دي البوادر، اللعبه لسه لها فلوس الشهور اللي جايه. ده الازمه الماليه اللي فاتت دي كانت شهر واحد او شهرين. انت لسه عندك بقيه الموسم، لسه عندك عاوز تجيب لعيبه في يناير، ما اعرفش هتجيبها ازاي. لسه عاوز تدفع الفلوس بتاعه عبد الحميد معالي وشيكو بانزا اللعيبه اللي انت جايبها بالقسط دي، هتدفع فلوسها منين؟ فالزمالك مديون بفلوس كتيره جدا، وكان حاطط امل ان ارض اكتوبر هتدخل له فلوس فكان هيدفع منها. ولكن للاسف الشديد محدش هيخليك تفرح في مصر، فعشان كده سحبوا ارض اكتوبر بحجه مش عارف ايه، واي بتنجان في اي بتنجان، واي واحد يروح يقدم شكوى في نادي الزمالك فالارض تتسحب منه. هم لو بيحبوا الزمالك وخايفين على استقرار الزمالك زي ما بيقول وزير الشباب والرياضه واستقرار الزمالك والضحك اللي بيطلع يتكلم ده، كان الاولى ان هو بيبني. انت هتديله ارض بديله ليه؟ هو راجل بيبني، يعني هو شغال وبيبني، كنت اديله كمان سنه. هو لو ما بناش بعد سنه مثلا، او اديله او سيبه للمهله اللي الرئيس مديها للنادي، لو ما بنوش يا سيدي يبقى اسحب الارض. انما للاسف الشديد نادي الزمالك بس مجرد ما شم نفسه وجاب صفقات تصدر الدوري في اول الموسم، خافوا من نادي الزمالك ان هو يرجع على فرقه المليار اللي انتوا شايفينها بتقدم ضحك دي. يعني تخيل الفرقه اللي صارفه مليارات وبيدعمها رجل اعمال وزيتون وياسين منصور وكل الفيلم ده كله، والفرق بينه وبينه نقطه بعد الغلب اللي انا فيه ده. وهو جاب مدرب يعني مشي مدرب واخد عقده بالكامل زي كولر، وجاب مدرب تاني واخد عقده كامل اللي هو ريفيرو ده، وجاب مدرب تالت اللي هو اسمه والله ما فاكر اسمه الدنمارك ده. تمام. ده كله في حوالي كام 3 شهور، وملايين بتندفع هنا، وعايزين يمشوا اشرف داري وله مستحقات بتوصل ل 2 مليون دولار، ويجي يقول لك احنا ما عندنا. ما انت مش عندك يا ابني، انت عندك فلوس، عندك مطبعه في النادي. هو في حد بيصرف قدك؟ فللاسف الشديد الزمالك بيعاني. فربنا يستر على نادي الزمالك بعد ايقاف القيد، وربنا يعدي الفتره دي على خير. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.